ازيكم؟ النهاردة هنتعرف مع بعض عن أشهر أنواع الكلاب في الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا بالرغم من إنها دولة عمرها أقل من 300 سنة، ولكن بتشتهر بأنواع كلاب متميزة جدا. رقم 1، رات تيرير أو كلب الفئران. الكلب ده كلب صيد سريع جدا، وزي ما واضح من اسمه إنه بيصطاد الفئران. كلب حجمه صغير جدا ولكنه نشيط وشجاع. رقم 2، ألاسكان مالميوت. كلب ضخم يشبه كثير جدا الهاسكي، ولكن حجمه أكبر وشراسته أكتر. بينحدر من ولاية ألاسكا الشديدة البرودة، وعشان كده الكلب ده بيستحمل الشغل والعيشة في التلج. معلومة كمان عن الكلب ده، أكتر كلب قريب جينيا من الذئب. رقم 3، الأمريكان بولدوج. من أضخم وأشرس أنواع الحراسة في العالم. كلب شرس جدا ولياقته عالية بالنسبة لحجمه، مش أي حد يقدر يتعامل معاه. بيستخدم لأغراض الحراسة، وغالبا بيرتبط بصاحب واحد بس وبيثق فيه. رقم 4، الأمريكان فوكس هاوند. الكلب ده كلب صيد نادر. غرضه الأصلي كان بيستخدمه المزارعين لصيد الثعالب عشان ما ياكلوش الحيوانات بتاعتهم. كلب ذكي جدا وسريع. رقم 5، بوسطن تيرير. كلب بينحدر من ولاية بوسطن الأمريكية. كلب عيلة ممتاز وذكي جدا، شخصيته مسلية ومفرح، بيحب الناس، بيتميز انه كلب اجتماعي وغير شرس. رقم 6، كلب كاثاهولا. من أقدم السلالات في قارة أمريكا الشمالية. بينحدر من ولاية لويزيانا في الجنوب. كلب شرس جدا، أغراضه رعاية وحراسة، وبيتميز بألوانه المتعددة الجميلة ولياقته العالية رغم حجمه الكبير. رقم 7، البلاك ماوس كيرل. كلب نادر جدا، من أقدم السلالات الأمريكية. بينحدر أصلا من الولايات الجنوبية برضه في أمريكا. كلب صيد من الدرجة الأولى، بيحب يصطاد في جماعة. رقم 8، تشيز بيك ريتريفر. كلب صيد من الدرجة الأولى وسباح ماهر جدا، متخصص في صيد الطيور المائية زي البط، وبرضه بيصطاد كويس جدا على البر. كلب ذكي جدا وسريع الاستيعاب. رقم 9، الأمريكان بولي. من أحدث السلالات بالنسبة للكلاب وأضخمها. في منه 3 أحجام: المايكرو والستاندرد والإكس إل. من أغلى أنواع الكلاب وأكثرهم تميزا من ناحية الشكل والتناسق العضلي. رقم 10، البيتبول. هو أشهر كلب أمريكي على الإطلاق. كلب عضلي وطاقته عالية جدا، وتقريبا مفيش كلب بيضاهيه من الناحية دي. عنده وفاء وتعلق شديد لصاحبه، ممكن يموت عشانه حرفيا. كلب معروف بشراسته، ولكنه بالرغم من كده إنه كلب عيلة ممتاز وكويس جدا مع الأطفال. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.